عمر. أفطرت يا عمر اليوم قبل ما تيجي على المدرسة؟ لا ليش يا عندكم طحين في البيت؟ ولا جودي العزيزة، تكلمي لي عن معاناتكم في الحرب. معاناتنا بالطحين والخبز، بدنا كلش بس مكرونة ورز، بدنا طحين، بدنا فواكه وبدنا خضار، بدنا كل إشي، بدنا نخلص الحرب. كنا نقطع الفواكه والخضار كل حاجة، السكر، تقدم الزيت، ناكل كله. ليش قبل ما فطرتيش؟ فيش عندكم طحين؟ طيب ايش حابة تاكلي او ايش قبل نفسك بإشي تاكليه؟ طب ايش لو بدك توجهي رسالة لأطفال العالم؟ قمت بمبادرة بالعلم ننتصر. هاي المبادرة بتستهدف فئة اللي هي من الصف الأول للصف الرابع. طبعا هاي الفئة هي أكثر فئة عانت، فئة مهمشة جدا. الفئة هاي كانت واقعة ما بين مطرقة كورونا وسندان الحرب. في هاي الفترة الأطفال عانوا كثير من نقصان المواد الأساسية والعناصر الغذائية المهمة في حياتهم، من لحوم ومن بيض ومن أسماك. حتى الطفولة هم بيعانوا، ما فيش ألعاب، ما فيش ترفيه عندهم. بالنسبة للمبادرة، أنا والمعلمات القائمات معي في هذه المبادرة بنسعى إنه إحنا نوفر بيئة ترفيهية تعليمية بسيطة بتنبع من مآسي الحرب. بقدر المستطاع بنحاول نوفرها للأطفال، لكن إحنا ما فيش حدا بدعم المبادرة. إحنا محتاجين إنه الطفل مثلا لو يتوفر له كل فترة وفترة وجبة طعام، يتوفر له قرطاسية، لأنه أنا كل ما له العدد بيقل عندي. إيش السبب؟ إنه في أطفال بخلص الدفتر عندهم، فلما يخلص الدفتر سعره غالي، فالأهالي ما بيقدروا يوفروا دفتر. في أطفال بيكونوا بيشتغلوا مع أهاليهم، مثلا طفل بيروح على التكية، بيروح يعبي مية. الأهالي محتاجين إنه الطفل يضل موجود في الدار. فلو إنه أي إنسان يعني باستطاعته إنه يوفر ويرحم الطفولة المحرومة في قطاع غزة ويوفر لهدول الأطفال شيء لو بسيط، بارك الله في كل إنسان بيحاول إنه يمد يد العون سواء للأطفال أو للمعلمات. وأنا كثير ممنونة إنه لو في حدا صار دعم هاي المبادرة علشان على الأقل أحافظ على عدد معين من الأطفال. بارك الله فيكم وفي أعمالكم.